هاي بنات كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. هلا الساعة 1:30. انا الامس كنت في العرس، الامس كنت بالعرس العائلة و... وجيت متأخرة، يعني رحنا بالساعة تقريبا، رحنا الساعة 6:30 بالمساء الأمس، ورجعت بالساعة 6:30. خلص العرس ووصلت مدينتي الساعة 7، وهلا صحيت بالساعة 1:30. وبيي ما بيعرف انه انا اجيت، لانه امي قاعدة بالعرس و... ولازم اعمل اكل غدا. كيف يكون يعني اعمل حاجة اللي راح تستوي معايا بسرعة وخلاص يعني. وهون عملت طاجين بالدجاج، وما عملت البطاطا لأنه البطاطس بتأخر عشان تستوي معايا. وهون عملت لداند، وحتى هي ما عملت البطاطس لأنه البطاطس تأخر كتير وهلا الساعة 1:30، يعني لازم نتغدى ولازم ناكل. وبالنسبة للأذان يعني يمكن 15 دقيقة أو حتى 20 دقيقة يعني تخلص، يعني تصير تمام. وحتى بالنسبة للدجاج يعني بسرعة ويستوي معنا، مش مثل اللحم، يعني اللحم شوي يتأخر أو هيك هالشي. وبالنسبة للدند يعني ممكن إذا بدي إياها بأي وقت بسرعة أسويها مع البيض وهيك وخلص. ممكن أنا أعمل لها بيض في الفوق، ممكن لا، ممكن هيك رح ناكله وبيكون ذوقه كتير حلو. وأتمنى لبنات خالتي الله يكمل عليها بالخير وخلاص ما بقى شي أقول. وإن شاء الله رح أعمل لكم فيديو مائدة الطاولة العروسة، بس أنا أحترم عائلتي وأحترم، يعني ما بدي أصورهم ولا شيء، بس صورت المائدة العروس. وأكيد نحن العرس المغربي كتير حلو، يمكن أنا بقول يعني أجمل عرس هو العرس المغربي، لأنه تلبس العروسة يمكن هالعروسة الأمس يمكن أكتر من 10 فستان، يعني فساتين فساتين حتى الصبح. يعني العرس كان كتير حلو و... وأتمنى لها كل خير إن شاء الله والله يكمل عليها ويكمل عليها بالخير إن شاء الله. دائما الحلو بيستحق كلام الحلو، وما أقدر أعبر. لأن العرس بصراحة الله يعطيهم العافية، يعني كلش كلش حلو. يلا بنات انتظروا الفيديو المقبل إن شاء الله. أعمل لكم فيديو مائدة العروسة، يعني في حاجة راح تشوفوها والخاتم وكل شيء. يلا بنات، مع السلامة، باي.